اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من امسيتنا الكرويه الممتعه مع نجم مصر والنادي الاهلي تريزيجيه. بعد جزء اول ممتع جدا جدا شفنا فيه شخصيه ناضجه وسويه بسم الله ما شاء الله وعلى اكبر قدر ممكن من الاحتراف. تريزيجيه كنا بنتكلم قبل التسجيل على طول، فبسالك فبتقول لي انا مش مدمن شهره. فما فهمتش يعني ايه مش مدمن شهره. لعيب كوره ونجم كبير والناس كلها عارفاك يعني ايه مش مدمن شهره؟ مش مدمن شهرة لأن أنا عارف إن في يوم من الأيام إن المولد اللي أنت فيه كده كده هيتفض. ليه؟ المولد اللي انت فيه دي حقيقة يعني لازم لعيبة الكورة تبقى مقتنعة بكده، لأن في لعيبة كورة بتبقى بتلعب كورة داخل لهم دخل مثلا فهو فاهم إن الدخل ده هيفضل داخله لحد ما يموت، أو هيفضل طول ما هو ماشي في الشارع الناس تتصور معاه وأنت نجم وأنت مش لا، أنت أكيد هيجي وقتك وغيرك هيطلع زي سنة الحياة، غيرك صحيح. هيطلع ياخد مكانك. صحيح. فانت خليك على قد ما تقدر تراعي ربنا في اكل عيشك لحد ما الرحله دي تنتهي وانت راضي عن نفسك. يعني تخلص المشوار بتاعك في الكوره وانت خلاص، انا الكوره دي نديت لها كل حاجه، حافظت على نفسي، بنام كويس، باكل كويس، محافظ على جسمي، لان هو جسمك ده خلي بالك هو يعني لعيب الكوره اللي بيحافظ على جسمه، هو جسمك ده الاله بتاعتك. صح. اللي انت على قد ما تدخل له حاجه كويسه وتعمل له ريكفري كويس وتمرن كويس وتخلي بالك من نفسك، على قد ما هيديك. على قد ما مش هتهتم بيه، على قد في الملعب ما تبقى عايز تعمل حاجات مش هتقدر تعملها. مش هيطوعك، يقول لك لا انت اصلا انت مش انت ما خدتش بالك مني اصلا. بالظبط. فانت حاول على قد ما تقدر فتره الكوره دي كلها عيش لها، اما تبطل كوره كده كده هتتنسي. فانت لازم تبقى عارف مش كله يا تريزيجيه إيه؟ مش كله بيتنسي. يعني في ناس قدرت تحافظ على رونقها وبريقها. اتخيل يعني ربنا يديك ويدينا يا رب العمر واشوفك يا رب كده، انت واحد هتعرف تحافظ على بريقك وبريق النجوميه بتاعتك عشان التربيه اللي موجوده جواك. وهنروح بعيد ليه؟ كابتن محمود الخطيب طبعا كام جيل عاش وشاف، وكام جيل ما شافش كابتن محمود الخطيب وهو نجم كوره وشافه هو الاسطوره بتاعتنا. فبيجري يتصور معاه. تلاقي عيال صغيره. طب عرفوا منين الكابتن محمود الخطيب؟ طبعا. فاقصد اذا حافظت على نفسك بشكل عام، انا بتكلم بشكل عام، اذا حافظت على نفسك تقدر تبقى الناس مش هتنساك. انا كل هدفي ان انا كل فتره الكوره انا ما بفكرش في بعد الكوره، مش عايز اعمل حاجه بعد الكوره. انا اهم حاجه ما ابطل كوره، اليوم اللي هبطل فيه الكوره واقول خلاص انا عملت، انا خلاص انا مش قادر ادي تاني، اللي هو ان شاء الله بعد عمر طويل جدا، اللي هو انا مدي لنفسي ان عشان الحمد لله الحياه اللي انا عايشها تطول المسافه. الحياه اللي انا عايشها انا عارف انا الحمد لله انا بعمل ايه في يومي، وعارف ان انا بعمل ايه في الاجازه بتاعتي، عارف بعمل ايه، ان انا بريح نفسي وكل حاجه. ان انا الوقت اللي هبطل فيه انا كده براضي عن نفسي، انا عشت كل حاجه. نفسك تلعب لحد كام سنه تريزيجيه؟ على قد ما اقدر. اول ما بقاش قادر اصل انا بص يا ابراهيم، انا من البني ادمين اللي ما عنديش حياه ثانيه. يعني كل واحد مثلا، في ناس بتخلص تمرين عنده خروجه مع صاحبه، عنده خروجه مع مش عارف بيغير جو بيروح هنا. انا عايش للكوره، انا عايش بخلص تمريني كل يوم، بحاول اعالج نفسي بعد التمرين. العلاج النفسي ده اللي هو ايه؟ تعمل ريكفري كويس، بتاخد الحاجات اللي انت بتاخدها بعد التمرين، بتحافظ على جسمك وتحافظ على حياتك، بتروح بيتك تقعد مع اسرتك عشان بكره اعرف ابقى احسن من اليوم اللي قبله. ده اللي قلت لك على طول. ما شاء الله عليك. تريزيجيه مسيره كبيره جدا وعظيمه مع منتخب مصر، وبحس ان الراجل ده بيتظلم قوي لما الناس ما بتسلطش الضوء على المنتخب. تريزيجيه مع منتخب مصر عامل 86 مباراه دوليه. 86 مباراه دوليه، يعني انت على قرب من 100 مباراه دوليه تخش نادي المئة اهو. بقميص منتخب مصر في 86 مباراه، 6098 دقيقه، مسجل 22 هدف وصانع 12 هدف. في ضربات جزاء كتير ما بتتحسبش اسيست. بتقيم ازاي مسيرتك مع المنتخب؟ وهل فعلا بتحس ان انت الناس بتنسى تريزيجيه مع المنتخب؟ ولو ان انا مثلا واحد عارف ان انت يعني من الناس اللي بتشد المنتخب في اي وقت من الاوقات. والله يا ابراهيم، هو انا احترفت 10 سنين بره. انا بستنى من اول يوم سافرت فيه وانا بستنى اسمي يتقال في القايمه زي اي لاعب بيلعب في فريق محترم صغير بيبقى نفسه يروح المنتخب. انا كل معسكر لحد النهارده
بقعد استنى اسمي زي اي لعيب بيلعب، مستني ان انا اروح منتخب مصر. يا جماعه منتخب مصر، تيشيرت منتخب مصر ده، احنا الواحد وهو صغير كان بيجري يشوف اي مكان يتفرج على الماتش وهو واقف بس يشوف اللعيبه. فدلوقتي الواحد بيستنى اي ماتش ودي رسمي معسكر بقى. المنتخب بالنسبه لي حياتي. منتخب مصر منتخب بلدي، بقى بلعب كده ونشيد بلدي بنده بيه، ده احساس يا جماعه والله. يعني اشعر الجسم. اللعيب اللي مش مقدر ازاي هو في منتخب مصر او ازاي اما ما تروحش منتخب مصر ما تزعلش، اعرف ان انت فيك حاجه غلط. والله العظيم طبعا اللعيب مش مظبوطه. يعني اللعيب اللي هو في لعيبه ساعات بتقول لك ايه، انا مش عايز اروح المنتخب، انا عايز اخد اجازه، انا مش عارف ايه. انت مش عارف انت كده، اعرف انك طريقك غلط. واللعيب اللي ربنا ما يوفقوش، مثلا في لعيبه بتزعل انها ما بتروحش، خليك واثق ان ربنا شايفك وتعبك مش هيروح. فانا بالنسبه لي بقول لك، انا المنتخب بالنسبه لي انا رقم واحد عندي، ان انا تيشيرت بلدي كده، شعار بلدي. لحظات كتير جدا مع المنتخب، كل حاجه كتير جدا جدا. بتقدر تشاور لي على، يعني ناخدهم بالترتيب كده، اول لحظه سعيده كانت بالنسبه لك مع المنتخب وقت صعود كاس العالم 2018؟ 18 هو ده. كان قبلها كان في شعور اصعب. ايه؟ كان الجابون. كانت خسرنا في النهائي. كان قدام ايه، نيجيريا ولا قدام الكاميرون؟ 2-1 وكنا خسرنا النهائي وكنا متقدمين 1 الجون بتاع النني بالظبط. صح كده. بس انا قلت لزمايلي، كان ساعتها سعد سمير وكان رمضان صبحي، كنا قاعدين مع بعض. قلت لهم هنرجع تاني، هنرجع نلعب النهائي تاني. ازاي والدنيا صعبه؟ قلت لهم ان شاء الله هنرجع نلعبها تاني. ويفوتوا الزمن ونروح بطوله الكاميرون ونوصل للنهائي. والبطوله دي بالنسبه لي كانت حياه وموت. مع كيروش. دي كانت بالنسبه لي يا ابراهيم، انا كنت رايح عارف اللي شايل كفنه. والله العظيم. والله العظيم، لان انا كنت واخد اوامر من النادي ان انت لو حصل لك حاجه احنا مش هنعالجك. بتتكلم بجد؟ والله كنت لسه راجع من صليبي. يعني راجع من صليبي، خدت بطوله افريقيا. ايوه صح. يعني ما لعبتش اي حاجه خالص. ايوه صح مع كيروش. النادي قال لي بص، انت في مخاطره كبيره جدا. والاحسن تقعد معانا. كان استون فيلا ساعتها. استون فيلا. الاحسن تقعد معانا عشان تحافظ على صحتك وتحافظ على مستقبلك. انا قلت لهم منتخب مصر لو اخر بطوله ليا في حياتي اروح العبها. انا حلمي ان انا اخد البطوله دي. قالوا لك كده؟ قالوا لك لو قالوا لي انت المسؤول. انت المسؤول. لان في مخاطره كبيره، انت لسه راجع من الاصابه. ايوه صح. وما لعبتش ماتشات ورايح افريقيا. افريقيا الملاعب فيها ما بتبقاش احسن حاجه. صحيح. تبقى الموضوع صعب وجو واحتكاك جامد وكده. انا كان بالنسبه لي كنت قاعد فاتح التلفزيون ومستني القايمه، يا رب يا رب الاسم يتقال، يا رب اسمي يتقال، انا هاخد المخاطره دي. والدكتور كلمني قال لي تريزيجيه تمام، قلت له انا تمام. يا اخي مش خايف كنت خايف على مستقبلك؟ انت راجع من الاصابه، مش خايف على مستقبلك؟ انا اصلا مشيت بعد البطوله مشوني من النادي اصلا. والله العظيم. والله مشيت من ده كان من ضمن الاسباب؟ مش من ضمن الاسباب، بس هو انا خدت مخاطره كبيره ان انا بلدي اهم من اي حاجه. يعني مستقبلي يضيع بره، ما عنديش مشكله. عمرك ما اتكلمت في الحته دي؟ مش ابراهيم والله، انا بقول لك انا دايما، انا لسه قايل لك انا بتعامل مع ربنا. انا مش لازم اقول لحد انا عملت ايه، لان انا بتعامل مع ربنا وربنا مكافئني في كده. يعني ربنا بيديني اللي انا بحلم بيه. فانا بس برضه تاني انا كل شويه انا بقعد استغرب كل شويه اقول لك الحسبه الثانيه الناحيه الثانيه بتقول ايه؟ مستقبلي واكل عيشي وانا مصاب فعلا. انت كنت مصاب وصليبي. صليبي ده ما فيش، احنا بقى لنا 8 9 شهور مثلا يعني. فاللي هو لا، اخدت 7 شهور ونص. 7 شهور ونص. واصلا كنت المفروض اقعد 9 شهور. فالحسبه الثانيه بتقول ايه؟ هحافظ على مستقبلي، انا بحب منتخب بلدي، بس انا هحافظ على مستقبلي عشان اعرف ارجع للمنتخب تاني في وقت تاني. بالظبط. بس انا من اول يوم اتصبت فيه الدكتور ابو العلا حي يرزق، طبعا انا بشكره جدا، الراجل هو والجهاز الطبي. لا ده دكتور ابو العلا ده جميل جدا في حته ثانيه خالص. ده دكتور يعني اساله، دكتور على ابوه يعني ما شاء الله اكبر عليه يعني. وراجل صاحبه. اساله انا اول ما اتصبت وعملت العمليه قلت له يا دكتور هلحق البطوله؟ قام ضاحك قال لي يا ابني انت لسه عامل عمليه. قلت له يا دكتور انا هدفي الحق البطوله. ومصطفى صدقي واحمد مطر بداوا معايا. انا اتعالجت خلي بالك في مصر، ما اتعالجتش بره. والله العظيم. والله دكاتره المنتخب هي اللي عالجتني. الصليبي انت عملته بره؟ عملته بره واتاهلت هنا. قلت لهم يا جماعه انا بطوله افريقيا هدفي. يا ابني بيضحكوا، يا ابني اصبر انت لسه انا بطوله افريقيا ان شاء الله
انا لازم اخد بطوله افريقيا، لازم اجيب بطوله افريقيا لبلدي. تعجبني فيك ان انت بطل حكايتك، يعني انت اللي بتحكي الحكايه او انت اللي موجود جوه الحكايه. بس الغريب انت ازاي تبقى واحد من نجوم مصر والحاجات اللي شبه كده محدش بيعرفها. يعني انا المفروض ان انا جوه المطبخ، المفروض على الاقل بالظبط. حتى ابقى عارف وازعم ان احنا اصحاب يعني. طبعا حتى طبعا ما بتقوليش المواقف اللي شبه كده. والله يا ابراهيم، انا بقول لك، انا زي ما بقول لك، انا حاجات كتير بتحصل، انا ما بحس ان انا بيني وبين ربنا. انا عايز اعمل كده، انا عايز فانا اعمل كده عشان انا ده حق بلدي عليا. اه. انا في ناس اصلا بتموت، ناس بتموت عشان بلدها. يعني انا اللي عامل حاجه وبلعب كوره هخاف، ده في ناس بتموت من الجيش بتاعنا، وناس بتحافظ علينا. هاجي انا اللي بلعب كوره ومفيش ربع في المية من الضغط بتاعهم، اقول لا لا أنا ده بلدي مفيش مشكله، ايه اللي يحصل؟ انت عيطت بحرقه قوي في بعد ماتش الكاميرون ده. انا فاكر لك اللقطه كويس قوي ومع السوليه، ورحت قلت له مرتين. ما هو فاكر كويس. الاسطوري، ما هو التاريخ بتاع اللي حصل عشان ابقى في البطوله واوصل للنهائي. حاجات كتير قوي. والله دكتور ابو العيله بعد البطوله قال لي يا ابني انا مش عارف انت جيت ازاي؟ انا ما اعرفش بتعمل ايه هنا بعد البطوله ما خلصت. بعد البطوله ما خلصت قال لي انا مش عارف ايه قوه الشخصيه ديت، وايه قوه ان انت مش فارق معاك مستقبلك عشان منتخب بلدك. فعشان كده بقول لك، انا لعبت اول ماتش نيجيريا كنتش شايف. انا اول ماتش بلعب نص ملعب مش شايف. مش شايف لسه. الناس لسه كرشه النفس. الناس بهدلتني، اللي هو لقيت زمايلي في المنتخب بيقولوا لي يا ابني ايه ده، ومش هقول لهم في ايه، بيقولوا لي ده قاعدين يقولوا، قلت لهم ما يقولوا. كان نيجيريا ربنا عالم. انا كان مع كيروش. الفرقه كلها كانت وحشه، بس مش فارق معايا. بس انا شوف انا عملت ايه عشان ابقى في المنتخب. وفي الاخر جبت جون في المغرب، كنا كسبنا 2-1. طرد ايمن، ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا في الاول. ووصلنا وجبت جول في المغرب ولعبنا وصلنا النهائي. ويا رب يا رب الحلم خلاص. لا وهي تحس ان هي ايه، بدات تتظبط لنا، نكسب كوت ديفوار، نكسب الكاميرون، كل حاجه، اسف نكسب المغرب والكاميرون ونكسب الكاميرون في قبل النهائي، وخلاص بقى السنغال بقى